ازيكم؟ هنستكمل معاكم النهاردة زيارتنا المسجد الرفاعي. هنشوف مقابر العائلة المالكة اللي وضحنا من الفيديو اللي فات إن هوشيار هانم والدة الخديوي إسماعيل هي اللي اختارت مكانها في حياتها. بندخل لمقابر العائلة المالكة اللي بتتقسم لعدد من الحجرات اللي في الناحية البحرية منها. الحجرة الأولى زي ما احنا شايفين بتضم مدفن الخديوي إسماعيل ووالدته هوشيار هانم أو خوشيار هانم، وبتعتبر من أجمل الغرف وأكثرها تزيناً بالآيات القرآنية. في غرفة تانية بس بينها وبين الغرفة دي ممر صغير زي ما احنا شايفين. الممر سقفه عالي جدا، وزي ما انتوا شايفين الرسومات الإسلامية اللي موجودة على سقف الممر ده. أما ده المدخل الخلفي للمسجد. أما الغرفة دي فبتضم أضرحة ل3 من زوجات الخديوي إسماعيل. الأولى جشم أفت هانم اللي توفت سنة 1907، والتانية جاننيار هانم اللي توفت سنة 1912، والتالتة شهرة فزا هانم اللي توفت سنة 1895 ميلادية. أما الغرفة التالتة فبتضم ضريح السلطان حسين كامل وزوجته ملك حسن طوران، واللي بتعتبر مدافنهم من المدافن الفخمة. وبيتميز مدفن السلطان حسين كامل عن مدفن زوجته بالآيات القرآنية المكتوبة على رخام المدفن نفسه. بنخرج من الغرفة الثالثة وبنتجه لآخر المسجد من الناحية التانية. بندخل على ممر صغير بابه معمول من الأرابيسك. الممر ده بيقع تحت الترميم حاليا، واللي بيتضح فيه فخامة عمارة المسجد سواء في الجدران أو الأسقف. هنا ضريح آخر شاه إيراني محمد رضا بهلوي اللي توفى سنة 1980 في القاهرة، اللي كان منفي فيها. ودي جدرانها محلاة بالفن الفارسي، وبيزورها باستمرار السياح الإيرانيين، وبتعتبر أحد أبهى المقابر الموجودة في المسجد أو في مصر عامة. هندخل من هنا على الغرفة الخامسة اللي بتضم ضريح الملك فاروق الأول. وزوجته الملكة فريدة اللي توفت سنة 1988. وبتضم الغرفة أضرحة بناته الأميرة فريال اللي توفت سنة 2009، والأميرة فوزية اللي توفت سنة 2005، والأميرة فادية اللي توفت سنة 2002. نفس الغرفة بتضم ضريح ابنة الملك فؤاد الأول الأميرة فوقية فؤاد اللي توفت سنة 1974. وكمان في غرفتين دفن مغلقين حاليا للترميم، واحدة فيها مقبرة فريال هانم زوجة الخديوي إسماعيل وأم الملك فؤاد الأول، أما التانية مدفون فيها 4 من أبناء الخديوي إسماعيل، هما علي جمال الدين، إبراهيم حلمي، توحيدة هانم، وزينب هانم. بكده تكون انتهت زيارتنا المسجد الرفاعي. استنونا في زيارة جديدة لمعلم جديد من معالم مصرية.